السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بس من 2 كيلو لبن، يعني مش هاقول لِك هاتي 5 كيلو أو 4 كيلو أو 3 كيلو، لأ هم 2 كيلو بس. هنطلّع من اللبن بتاعنا القشطة ونعمل كمان الزبدة ونعمل كمان الجبنة الحلوة اللي أنتم شايفينها دي. هنعمل كل ده بدون منفعة وبدون خل وبدون زبادي، حاجة واحدة عندنا في البيت كده هنطلّع منها كل اللي أنتم شايفينه، شايفين الزبدة عاملة ازاي؟ وإن شاء الله في الفيديو هنطلّع القشطة ونعمل منها الزبدة، وخرطة الجبنة بجد يعني حاجة كده كريمية ناعمة كده وطعمها تحفة. إن شاء الله كده لسحور رمضان اعمليها، كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب كده يعود علينا الأيام بخير. نسمي بالله ونبتدي في الفيديو، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة لو أنتم لسه مش مشتركين، وباتمنى من أحلى أخواتي يعملوا لي لايك وشير عشان يرفع معايا الفيديو. نسمي بالله كده. أنا معايا 2 كيلو هنا من اللبن ده جايباه من عند اللبان، ويكون لبن جاموسي عشان يطلع معاكي كمية جبنة تكون كويسة. هنا أول حاجة أنا جبت الحلة بتاعتي وجبت المصفى زي ما انتم شايفين كده عشان أي حاجة تكون فيه تتصفّى معانا كويس ويبقى اللبن ما فيهوش أي حاجة، بالشكل ده. أي حاجة بس تكون مصفى ضيّقة شوية كده زي ما أنتم شايفين ضيّقة خالص كده أو شاشة تحطّيها وتصفّي عليها اللبن ما فيش أي مشكلة. هنصفّيه بالشكل ده، ويا ريت بقى لمّا ييجي لِك كده من عند اللبّان أو تجيبيه من أي مكان أنتِ واثقة منه، ما تحطّوش في التلاجة، على طول اشتغلي بيه وهو دافي كده عشان برضه إحنا لسه هندفّيه على النار. ولو عندِك متجمّد عندِك في الفريزر ممكن تطلّعيه من قبلها، وبرضه نفس الخطوات هتحطّيه على النار زي ما أنتم شايفين كده على نار هادية خالص، وهتفضلي إنِّك تقلّبي بالشكل ده، وتختبريه بصباعِك كده. لو حسيتِ كده إن صباعِك يستحمل الحرارة بتاعته يبقى هو كده إيه ممتاز معاكِ. لو الحرارة بتاعته جامدة لأ، هو عايزين الحرارة بتاعته تبقى بدمع العين كده زي ما أنتم عارفين يعني، أو زي ما إحنا بنحمّل أولادنا يعني، يكون الحرارة نستحملها على جسمنا، بس كده. بيكون بقى بنجيب بقى اللبن بتاعنا بالشكل ده. هنا معايا المكون اللي أنا قُلت لكم عليه ده، دي كانت كوباية لبن أنا كنت حاطاها برّه التلاجة. هاقول لكم سايباها برّه على الرخامة ليه، على إنها يعني إيه تروب، يعني مثلًا لو حطيتيها إنِّك تغليها ما ينفعش إن أنتِ تغليها، هتحسي كده إن هي فيها حتت تكتلات كده، ما ينفعش إن هي تتغلي تاني، يعني خلاص إن هي رابت أصلًا، يعني ما ينفعش إن هي تتغلي تاني أو نشربها، فهي اللي هنشتغل بيها زي ما أنتم شايفين كده. هنحطها على اللبن بتاعنا وهو دافي، وهنحط عليه معلقتين كده من الملح عشان الجبنة بتاعتِك تبقى ملحها مضبوط، معلقتين على ال2 كيلو، معلقتين بس، معلقتين كبار من بتوع الأكل دُولة تحطيهم هيبقى الجبنة معاكِ مضبوطة، وطعمها حلو جدًا ويعني مش حادقة ولا عادبة، لأ الملح بتاعها هيبقى مضبوط. هتقلبيهم بالشكل ده لغاية الملح ما يدوب معاكِ، وبعد كده هتغطيه، وبعد كده هتسيبيهم على الرخامة كده، تحطي تحت الحلة بتاعتِك فوطة، ومن فوق كده فوط زي ما أنتم شايفين، أي فوط عندِك إن شاء الله حتى بطانية صغيرة كده وتغطي بحيث إن اللبن بتاعِك يبقى تِني دافي، وكمان إن هو يتجبّن معانا بسرعة، وإن إحنا هو خلاص يبقى جِبنا معانا ونطلّع منه القشطة ويبقى تمام، من غير ما نشغّل الفرن بقى ولا نحطه في الفرن ولا أي حاجة، على الرخامة كده مش هياخد معاكِ وقت خالص. إن شاء الله هتسيبيه من بالليل لغاية تاني يوم. أنا عملته من بالليل وسِبته لغاية يعني تاني يوم العصر، حطيته في التلاجة هو خلاص كان اتجبّن، فقُمت حطيته في التلاجة علشان إيه، يبقى متماسك معايا وأفضل وأعرف إن أنا إيه، أشيل القشطة بتاعته بالشكل ده. لو ما حطيتوش في التلاجة مش هاعرف إن أنا أشيل القشطة بتاعته بسهولة. لأ شايفين بعد خلاص ما يتجبّن معاكِ كده، هتحطيه في التلاجة تقومي شايلة القشطة بتاعته كده بكل سهولة. اوعي تحطيه في التلاجة هو لسه ما اتجبّنش، لأ هتشيلي طرف كده من طرف القشطة وتشوفيه لو كان خلاص تمام بقى واتجبّن معاكِ هتحطيه في التلاجة، لو لسه تسيبيه براحته لمّا مثلًا تسيبيه يومين لو حسب الجو اللي عندِك، تمام كده؟ بعد أهو ما شِلت القشطة بتاعته بالشكل اللي أنتم شايفينه ده ما شاء الله طلّع كمية قشطة حلوة، زي ما أنتم شايفين أهوّة، بقى بالشكل ده. هناخد بقى القشطة دي وهنوريكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. خلاص كده هجيب بقى مصفى، هجيب حاجة تحت حلة تحتها وهجيب المصفى، وهجيب اي طرحة عندك تكون نضيفة وغسلاها كويس، وهنحطها كده او شاشة تكون نضيفة برضو. الشاشة عندك شاشة بيضة متوفرة عندك او مش متوفرة عندك شاشة حطي طرحة زي كده. وبعد كده هنخرط اللبن زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة، شايفين ما شاء الله بيتخرط خرط ازاي، هو كده تمام واتجبن معانا كويس. بعد ما خلاص ما حطينا اهوت المصفى بتاعتنا وحطينا عليها الطرحة، هنفضي بقى اللبن زي ما انتوا شايفين كده اهو ما شاء الله. يعني لا عوزنا بقى نجيب منفعة، وفي يعني في ناس كتير ما عندهمش ومش بيعرفوا يجيبوا المنفعة دي، فالطريقة دي ان شاء الله هتكون سهلة وتكون بسيطة جدا.
بس هنمسك الطرفين بالشكل ده وهنربطها كده بحيث ان هي تنزل الشرش اللي فيها كله اهو. نعملها كده زي الكورة ونلفها على بعضها نربطها زي ما انتوا شايفين كده. هنربطها كده وبعد كده نسيبها تصفى خالص طول الليل بقى. هتسيبيها بقى للصبح لغاية ما تتصفى معاكي خالص، واللي يطلع منها الشرش اللي ينزل منها صفيه، ويعني ايه كل شوية تصفيه كده اهو. اي شرش يتصفى معاكي صفيه كده بالشكل ده وتسيبيها بقى لغاية ما تتصفى لوحدها. نحط بس عليها حاجة تقيلة كده عشان تتصفى معانا بسرعة. حطيت عليها برضو مصفى من فوق كده، وحطيت عليها يعني اكياس ملح، اكياس مكرونة، اي اكياس عندك حطيها عليها بالشكل ده بحيث ان هي تتصفى معاكي بكل سهولة اهو. حاولي تظبطيها كده وحط عليها اي حاجة تقيلة كده بحيث ان هي تتصفى معاكي، والصبح كده هتشوفيها تلاقيها صفت خالص من الشرش خلاص اللي بقى يا فيه. بنات كنا الصبح كده وكانت اتصفت وتمام خالص. فتحت عليها زي ما انتوا شايفين كده، وهنشوف بقى هنعمل فيها ايه اهو. بتبقى بالشكل ده خلاص، هي صفت كل الشرش اللي كان فيه. هنجيب بقى اي حاجة عندك كده تكون بلاستيكة، اي بلاستيكة عندك، بلاستيكة حلاوة يعني، اي حاجة تكون مستطيلة مدورة، اي حاجة كده. وهنفضي فيها الجبنة زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي ان احنا نسويها. ان احنا ايه يعني نتك عليها كده عشان بحيث ان هي تاخد الشكل اللي انت حطاه فيه. اذا كنت بقى حاطه في حاجه مدوره في حاجه مستطيله بالشكل ده تاخد الشكل بتاعها. وحطيها بقى في التلاجة ساعه او حاجه لغايه ما تتماسك معاكي وتعرفي ان انت تقلبيها بكل سهوله. لو حسيتي كده ان انت مش هتعرفي تقلبيها ممكن تحطي كيس الاول وبعد كده تحطي عليها الجبنه عشان تتقلب معاكي على طول. تعالوا بقى نعمل اللي هنا الزبده بتاعتنا. انا جبت اهوت اللي انتوا شفتوه اللي طالع من الاتنين كيلو القشطه اللي طلعت في الطبق دي. ودي كانت عندي متوفره عندي في الفريزر. كنت يعني كل ما اغلي لبن اقول لكم ازاي تطلعوا منها القشطه. بتغلي اللبن من بالليل وتاني يوم الصبح تشيلي القشطه من عليه. هتحوشيه بالشكل ده. دي تحويشة يعني كم مرة هتحوشيهم بالشكل ده. يعني مثلا الكيلو هتغليه من بالليل والصبح تشيلي منه القشطة. هتحوشي الكمية بقى اللي انتي هتحوشيها هتعمليها بقى نطلع منها الزبدة كده. هنجيب المضرب بتاعنا ونحطها كده في طبق غويط زي ما انتوا شايفين كده وبالمضرب بتاعك، وهتفضلي ايه ان تضربيها بالشكل ده. لو مش متوفر عندك مضرب كهربا ممكن تشتغلي بايدك، بس الصراحة بتاخد بقى وقت طويل وبتوجع الايدين يعني. فانت لو حابة يعني ما عندكيش المضرب ممكن تشتغلي بايديك عادي خالص. هتفضلي تضربي فيها تضربي فيها لغاية اما يعني في كل خطوة من الخطوات هوريها لكم. في الاول بتبقى كريمية وبعد كده بتبقى بتحسي كده ان هي جمدت معاكي، يعني تحسي كده ان هي مش بقتش زي الاول. بعد كده برضه هتنك تضربي فيها، ما تقوليش ان هي خلاص مش راضيه يعني تبقى زبده معايا، لا هتفضلي تضربي فيها بالشكل ده لغايه بصي ما فرولت اهي. بدات ان هي تفرول كده وتبقى حاجه مفروله خالص. لا هتحسي كده ان هي ايه بعدها بشويه تحسي ان هي نزلت الميه بتاعتها وبدأت إن هي تطلّع الزبدة بتاعتِك. شايفين؟ أهي بتفضلي تضربي كده سواء بالمضرب سواء بإيديكِ وهتطلّعي منها الزبدة. شايفين؟ لغاية بقى خلاص كده. بطّلي بقى ضرب فيها وخلاص نشيل بقى المضرب بتاعنا وهي كده عملت الزبدة بتاعتِك. تمام كده. شايفين؟ هنبتدي بقى إن إحنا إيه نشيل المضرب ونشتغل بقى بإيدينا كده نلِم بقى الزبدة بتاعتنا كده أهو. نلمها على بعضها بالشكل ده. وطبعا اللي طالع الشرش اللي طالع من الزبدة واللي طالع من الجبنة بتاعتك يا سلام، دول بقى ما بيترميش خالص. دي بقى تعملي منه احلى قرص احلى بكاكين ان شاء الله بنزلها لكم ان شاء الله رمضان كده. كل سنة وانتم طيبين. تعملها لسحور رمضان يعني بصي تشمي ريحتهم من على بعد. بالشرش بتاعك ده بيخلي ريحة المخبوزات بتاعتك تحفة. خلاص كده بعد ما كورت الزبدة بتاعتي اهو. تعالوا بقى نصبعها بالشكل ده. حابة بقى تصبعيها، حابة تسيبيها كورة زي ما هي كده وتشتغلي بيها، حابة تسيحيها إيه زي ما انت حابة. بس المهم ان احنا طلعنا الخير بتاعنا ما شاء الله كده. شايفين ما شاء الله شكل الزبدة تحفة. ان شاء الله عايزة بقى تسيحيها وتطلعي منها احلى سمنة فلاحي ريحتها تجيب اخر الشارع. تعالوا بقى كده بعد ساعة ما خلاص هي اتبردت معايا في التلاجة الجبنة. جبتها كده على طبق وقلبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واوريكم بقى قد ايه ان هي كريمية وتحفة. تعالوا نقطعها الاول كده. عايزة اقول لكم ان الملمس بتاعها تحفة، يعني حاجة كده كريمية وناعمة وما شاء الله عليها. مش يعني مش جامدة معاكي كده، لا حاجة كده ان شاء الله هوريها لكم اهي.
شايفين الخرطة بتاعتها جميلة ازاي؟ ان شاء الله تعمليها كده وتعتمديها على طول، تعمليها على طول في بيتك. شايفين ما شاء الله، وطعمها بجد الملح مظبوط فيها جدا. لو حابة ملح خفيف خالص يبقى هتحطي معلقة ونص بس من الملح على ال2 كيلو. ما شاء الله، عايزة اقول لكم ان هي بجد جربوها هتعجبكم جدا. شايفين ما شاء الله. ان شاء الله جربوا الوصفة دي النهاردة، وان شاء الله كده لرمضان ان شاء الله تعملوها للسحور ان شاء الله كده، وتبقى حلوة قوي معاكم، ويعني بيتك كده يبقى مليان بالخير كده وان شاء الله. والشرش ده هنعمل بيه وصفات حلوة كتير مع بعض. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وبتمنى كده تكون اشتركتوا في القناة وفعلتوا زر الجرس، واشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم.